الزمالك بيحصل على لقب الدوري بعد ما سيراميكا بتسيب له الماتش وبالحاج وبيضيع ضربه الجزاء غريبه جدا، والنادي الاهلي بيحصل على مركز ثالث وبيروح للكونفدراليه، وبيراميدز ياخد مركز ثاني عشان يشارك في دوري الابطال. طبعا ادام كلمت قبل ما اقول الانترو بتاعنا اعرف ان حلقه ناريه جدا، ويلا بينا. السلام عليكم اعزائي الشباب الجمهور، رجعت لكم بحلقه جديده من برنامجكم الكوره مع تتشاو. بس قبل ما نبدا ما تنسانيش في اللايك والشير والسبسكرايب بتاعك الله وصلى على النبي، وما تنساش تحدي بتاعنا في الفيديو بنات السنه نوصل فيديو كام اكبر عدد من اللايكات. ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. بص يا صاحبي، هنبدا الفيديو بتاعنا بالنادي الاهلي. طبعا انا بقالي كتير قوي دوري ابطال، الدوري الدنيا جميله معايا، فمع سنه مش مشكله. كان في لعيبه بدون ضمير عندنا، بس مش مشكله، دي وقعت السنه وهشارك في الكونفدراليه والدنيا هتبقى جميله، هلاعب البط الكيني والوز الاسيوبي والدنيا هتبقى جميله وما علينا. بس انا عايز اقول كلمه او نتكلم خمسه كد يعني. دلوقتي اللعيبه اللي بتشارك مع ياستروب من اول الموسم هي اللعيبه اللي بتشارك مع ياستروب في نهايه الموسم، صح. اللعيبه اللي بقى لها 4 ماتشات مثلا دايسين وبيلعبوا باداء كويس جدا هي نفس اللعيبه اللي معانا في اول الموسم، مفيش تجديدات عليهم. يعني انا عايز اقول لك ان المشكله مش في المدرب، المشكله مش في ياستروب، المشكله في اللعيبه بتاعتنا. لعيبه من غير ضمير اقسم بالله، لعيبه اما حبت ضدي للنادي الاهلي شايفين عملت ايه. لعيبه في اول الموسم كان بيتحط عليها من اي فريق. فالمشكله هنا مش في المدرب والله، المشكله في اللعيبه. المدرب ده معاه لعيبه يا جدعان، لو ما لعبوش ينزل ياخد احسن مدرب في القاره. طب حل المشكله دي ايه؟ انا بالنسبه لي شايف حل المشكله دي ان الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ ينزلوا بسقف الرواتب من 90 و80 و100 مليون جنيه ل 30 و40 مليون جنيه، يبقى سقف الرواتب كده في الجميل منه وحاجه في اللطيف منه، ونقفل على كده. ده من وجهه نظر انا، واتمنى ان ده يحصل واتمناها بشده كمان، وده تبقى احسن عقاب للعيبه اللي عندنا. بالنسبه لي انا يا صديقي ده احسن عقاب شايفه اقسم بالله. طيب نيجي بعد كده لنادي الزمالك. نادي الزمالك اللي خد الدوري يعني بضربة جزاء جدلية جدا. هتقول لي ازاي؟ هقول لك، انا هعرض لك لقطه هنا دلوقتي عايزك تشوفها، وهي لقطه بالحاج وهو بيشوط ضربه الجزاء على عواد. متهيألي شفته عينيه وهي بتعمل كده، اكيد باينه. فانا يا صديقي كنت اطلع بارك لنادي الزمالك، والله ما عندي اي مشكله. نادي واللعيبه بتاعته ايقاف قيد والدنيا بايظه خالص وقدروا يحصلوا على الدوري، كنت اطلع بارك لهم، بس في حاله لو خدوا الدوري ده بشرف. انما انت كده رحت اتفقت مع نادي سيراميكا عشان اسيب لك الماتش، لان انت جاي من خساره في الكونفدراليه ومعنوياتك واقعه، فما كنتش هتعرف تاخد الماتش الا بالطريقه ديت. فبالنسبه لي دي طريقه بلا شرف. ويقول لك في الاخر ده الدوري الحلال ودوري الزمالك ب10 دوريات من النادي الاهلي. ما هو باين، يعني هو باين عندكم بصراحه. طيب ايه بقى اللي حصل عشان سيراميكا تبين قوي ان هي يعني بايعه الماتش للزمالك؟ تعال احكي لك. اول حاجه يطلع رئيس النادي بتاع سيراميكا ويقول لك انا بحضر التذاكر لجمهور نادي الزمالك ومش عارف ايه. دي اول لقطه. لقى هجوم كبير قوي من لقى هجوم كبير قوي من جمهور نادي الزمالك نادي الاهلي، فطلع بقرار بعديها احنا هنموت نفسنا في الماتش عشان باذن الله نعرف نفوز على نادي الزمالك. وراح بعديها بقى طلع بقرار تاني، قال لك 200 الف جنيه لكل لاعب لو كسبنا نادي الزمالك. يا سلام! طب ما انت اصلا بايع الماتش للزمالك، يعني كل اللي انت عملته ده او كل اللي انت قلته ده ملوش اي ثلاثه لازمه، لان اصلا الماتش متباع من قبل كده. فبالنسبه لي انا كل الكلام ده كان بيحصل عشان يداري الفضيحه اللي هو عملها. واللي بينت اكتر بقى حركه بالحاج وشوطه بالحاج الغريبه اللي عواد شالها، اللي هم اصلا كان بيلعب له بعينيه عشان يقول له انا هشوطها في الحته دي. ففيلم باين قوي وفيلم مقفوش قوي حصل بين الزمالك وسيراميكا عشان يدوهم الدوري. يا عم انا ما عنديش مانع والله تاخد الدوري وتطلع تلعب في دوري الابطال. وبصوا يا جدعان عشان بس نبقى واضحين وكله يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، الناس الاهلاويه اللي مستنيين الزمالك ما يروحش افريقيا وعشان فك القيد و18 قضيه ايقاف قيد اللي عنده. بصوا يا جدعان، دلوقتي الزمالك بقاله 3 سنين في الكونفدراليه، فالفرصه دي رجال الاعمال بتاعه نادي الزمالك مش هتضيع فرصه على نادي الزمالك اللي هو يشارك في دوري الابطال. فبالنسبه لي انا بقول لك لو عايز تسمع وجهه نظري،
رجال الاعمال هيخلصوا القضايا دي، وهتشوف نادي الزمالك في الدوري الابطال، وهتشوف النادي الاهلي في الكونفدراليه. انا هلاعب بقى البط القيني والوز الاثيوبي اللي انت اصلا لعبتهم الموسم اللي فات وادوك على عينك وخدوا منك البطوله. تمام تمام. دلوقتي انت بقى تروح تلاعب كواليتي انت مش متعود عليه، بقالك 3 سنين مش عارف تلعبه، او ما بتلعبوش اصلا، بتلعب الاقل وبتاخد على عينك. طيب دلوقتي هل انت هتقدر تجاري الفرق ديت؟ طب هل انت هنشوفك الموسم اللي جاي في الادوار الاقصائيه وتقدر توصل نهائي، ولا كعادتك طبعا هتطلع من دور المجموعات ومش بعيد كمان تطلع حصاله؟ هي دي النقطه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها. انا يا عم بالنسبه لي سنه هنزل ادوس على كل الفرق اللي في الكونفدراليه، ادوس على الفرق اللي في الدوري، ادوس على كل الفرق اللي هقابلها، هدوس على القاره كلها عشان اطلع دوري الابطال السنه الجايه، وانا كده كده عارف اطلع ازاي. وكمان الموسم ده عشان تفتكر انا هقول ايه، الدوري والكونفدراليه وكاس السوبر الافريقي بتوع انا، عشان بس ايه افكرك في نهايه الموسم. انت بقى حزين هتطلع دوري الابطال وتخرج منه زي ما رحت زي ما جيت. انما الاهلي كان لازم يعلم هناك قبل ما يروح، ده لو خسر البطوله. فبالنسبه لنا انا شايف ان انا هنزل العب الفرق اللي انت لعبتها وما عرفتش تاخد منها البطوله، هاخد منها البطوله. اطلع انت بقى قابل الفرق اللي انا كنت بقابلها وحاول تاخد منها البطوله زي ما انا كنت باخدهم منها. دي النقطه انا كنت عايز اتكلم فيها. فبالنسبه لنا حركه وحشه جدا من نادي الزمالك حصلت النهارده، واوحش من سيراميكا اللي بيعت الماتش لنادي الزمالك. والنادي الاهلي انا بالنسبه لي عشان برضو نتكلم بكل حياديه، المدرب ملوش دعوه، عشان لو هنشيل الموسم ده للمدرب هيبقى حرام على كل اللي بيقول كده. المدرب ملوش اي ذنب، اللعيبه كانت بلا ضمير وما كانتش عايزه تلعب. اللعيبه اما لعبت بان ادائها في الملعب، وشفتوا الاداء في اخر كام ماتش كان عامل ازاي، وتحس والله العظيم تحس ان ربنا مخلي اللعيبه تلعب بالشكل ده عشان يثبت ان المدرب ده ملوش اي دعوه باللي كان بيحصل. دي حركه حصلت عشان تطلع المدرب بره الصوره، تشوف ان اللعيبه هي اللي ما كانتش عندها ضمير. فبالنسبه لنا المدرب ما يشيلش اي حاجه من الموسم ده، اللي يشيلوها هو لعيبه النادي الاهلي. قولوا انتوا بقى رايكم في الكومنتات في الكلام اللي انا قلته، في ان الزمالك هيعرف ياخد دوري الابطال ولا لا، او هيعرف اصلا يطلع من دور المجموعات ولا لا. وقولوا انتوا بقى رايكم في الكلام التاني اللي انا قلته، ان العيب ما كانش في المدرب، كان في لعيبه النادي الاهلي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، حلقه بسيطه بس احداثها كتيره جدا. مستني بقى رايكم في الكومنتات، والسلام.